النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه سأل الله عز وجل أن يهديه لأحسن الأخلاق والأقوال، كما في حديث دعاء الاستفتاح، وقال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: أي شيء أثقل في الميزان؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. إذا أحب الله عبدا من عباده رزقه محاسن الأخلاق وجبله عليها، وأصبح محبوبا من الله محبوبا من الخلق. محاسن الأخلاق التي تبدأ أول ما تبدأ من القلب. لن يستطيع الإنسان أن يكون حسن الخلق إلا إذا طهر قلبه لله.